في شهر نوفمبر سنة 1872 أبحرت سفينة الشحن ماري سيليست من مدينة نيويورك متجهة إلى ميناء جنوة الإيطالي، وكان على متنها صاحبها القبطان بنيامين بريدبرج وزوجته سارة وابنتهم صوفيا وسبعة من البحارة المتمرسين في عالم البحار، وعلى متنها حمولة براميل مليئة بالكحول الصناعي. وفي لحظة ما اختفى كل الأشخاص اللي موجودين على السفينة في ظروف غامضة، وتركوا السفينة هائمة تصارع الأمواج بمفردها في عرض البحر. فيا ترى إيه هي قصة السفينة المنحوسة ماري سيليست؟ وهتعرفوا ليه أنا قلت منحوسة بس لما نخش في القصة. ويا ترى أين اختفى الطاقم اللي كان على متنها؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. ماري سيليست هي سفينة شراعية ضخمة تبلغ حمولتها 280 طن. تم بنائها سنة 1861 على سواحل كندا، وتم تسجيلها كسفينة تجارية لنقل البضائع. وبالرغم من أنها كانت جميلة الصنع بالنسبة لمقاييس زمنها، إلا أنها كانت منحوسة. فمع أول رحلة ليها مات القبطان بتاعها بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد على سطحها، ومن بعدها توالت مصائب وحوادث السفينة. واللي من تاني رحلة ليها اصطدمت بقارب صيد، ومن بعدها اصطدمت بسفينة داخل القناة الإنجليزية. وفي إحدى رحلاتها تعرضت إلى عاصفة قوية فجنحت عن مسارها وأصيبت بأضرار، وده اللي خلى مالكها إنه يتشائم منها ويقرر يبيعها. وتم بيعها إلى قبطان خبير في عالم البحار وهو بنيامين بريدبرج، واللي أبحر بيها في عدة رحلات تجارية عبر الأطلسي دون وقوع حوادث معاه. ولكن تقريبا السفينة كانت مفكرة نفسها إنها سفينة صحراء زي الجمل، وبتخزن زي الجمل لحد ما جت السنة المنحوسة اللي هتنتقم فيها السفينة وهتعوض قلة الحوادث ليها على مدار الفترة اللي فاتت. وفي نوفمبر سنة 1872 أبحرت ماري سيليست من نيويورك، وكانت حمولتها بتتكون من 1700 برميل من الكحول الخام المرسل إلى إيطاليا. وكان طاقمها بيتكون من 10 أفراد وهم اللي ذكرناهم في الأول. وبعد شهر كامل من إبحار السفينة لم تصل إلى المكان اللي المفترض إنها رايحاله. وأثناء مرور سفينة أخرى اسمها دياكراتيا، واللي كان القبطان بتاعها ديفيد مور هاوس، وكان صديق للقبطان بنيامين بريدبرج قبطان السفينة المنحوسة. وما كانش مور هاوس بيتوقع بإنه يشوف سفينة صديقه في عرض البحر، واللي كانت على بعد 600 ميل من سفينة مور هاوس. ولما نظر القبطان إليها بواسطة منظاره المقرب حس بشيء غريب، وكان شراع السفينة في وضع غير طبيعي، وكانت بتتأرجح في حركتها ومفيش أي حد على سطحها. فأمر القبطان أحد بحارته بالتوجه نحو السفينة ليصعد إليها ويعرف ماذا حل بها. ولما وصل البحارة إلى السفينة تسلقوا إلى أعلى سطحها ولقوا كل شيء طبيعي، وخلال تفتيشهم للسفينة لم يعثروا على أي شخص بداخلها، وكأن الجميع فص ملح وداب، ومفيش غير قارب الإنقاذ هو الوحيد اللي اختفى مع الطاقم. ولما دخلوا لكمرة القيادة كانت الساعة متوقفة والبوصلة متحطمة، ومعظم أدوات الملاحة الصغيرة اللي بتستخدم لتحديد موقع السفينة اختفت، ومفيش منها غير دفتر القبطان اللي كان بيسجل فيه ملاحظات الرحلة، وآخر شيء كان مدون فيه من 10 أيام. وباقي غرف السفينة كانت بحالة جيدة، والشحنة موجودة بكاملها، والأدوات الشخصية لكل أفراد السفينة زي ما هي، والطعام والمؤن زي ما هم. وأثناء معاينة الجزء الخلفي للسفينة لقوا حبل طويل مربوط بمؤخرة السفينة، وطرفه التاني كان متدلي في البحر. ولما عاد البحارة إلى القبطان مور هاوس وحكول اللي شافوه، اضطر إنه يروح بنفسه للسفينة ويسحبها إلى أقرب مستعمرة، وكانت أقرب مستعمرة له هي ميناء جبل طارق. وتم تشكيل لجنة لتحقيق كشف ملابسات الحادث، وقالت اللجنة إن مفيش أي آثار للعنف تدل على إن السفينة تعرضت للقرصنة، ده غير إن حمولتها وأغراض طاقمها كان في حالة سليمة. أما اختفاء الركاب فلم تجد اللجنة له أي تفسير. وبما إن القصص دي كانت بتستهوى القراء في ذلك الزمن فتم فبركة العديد من الأكاذيب وإضافتها للأحداث الحقيقية. وكان من بين الناس اللي ألفوا قصص حوالين السفينة دي هو السير آرثر كونان مؤلف قصص شارلوك هولمز، ولمدة 150 سنة لم يتم العثور على أفراد طاقم السفينة حتى يومنا هذا. إذا ماذا حل بهم؟ ولماذا اختفوا؟
وهل ممكن يكون تعرضوا للاختطاف من قبل كائنات فضائية أم ابتلعتهم كائنات بحرية مجهولة خرجت من قاع المحيط؟ كل هذه السيناريوهات والافتراضيات تم طرحها، بس للأسف لا يوجد أي إثبات ليها. ولكن هناك بعض الافتراضيات المنطقية اللي ممكن إنها تكون سبب في اختفاء البحارة، ولعل أشهرها هي فرضية إن طاقم السفينة القبطان مورهاوس واللي عثر على السفينة هم اللي دبروا الحادثة بغرض الحصول على مكافأة الإنقاذ، لأن القانون في الوقت ده كان بيمنح أي حد ينقذ سفينة يتم منحه مكافأة من قيمة الحمولة اللي تم إنقاذها. لكن النظرية دي قابلت اعتراض شديد، وده لأن مورهاوس والقبطان بريدبرج أصدقاء جدا، ده غير إن سفينة ماري سيليست أبحرت قبل سفينة مورهاوس بفترة كبيرة، فكيف تمكنت سفينة مورهاوس من اللحاق بها؟ وفي نظرية تانية بتقول إن القبطان بنيامين بريدبرج هو اللي دبر الحادثة من أجل الحصول على مبلغ التأمين على السفينة، وبرضه النظرية دي لم تكن مقنعة، والسبب هو إن بريدبرج كان مجرد شريك يمتلك حصة في السفينة وليس مالكها الوحيد. بالإضافة هو أصلا مين اللي هياخد التأمين؟ دي العيلة كلها اختفت تقريبا. ولكن النظرية الأكثر واقعية واللي أنا أصلا بنسبة 100% مقتنع بيها، وهي إن القبطان بريدبرج ما كانش مستريح لنقل حمولة كبيرة من الكحول، وده مش لأنها حرام لا مؤاخذة ولا حاجة، لا لا لا، ولكن بسبب خوفه من حدوث تسرب يؤدي إلى انفجار مدمر في السفينة، لأن معروف إن الكحول هي مادة سريعة الاشتعال، وتقريبا هو ده اللي حصل. واحتمال يكون حصل تسرب من إحدى البراميل اللي كان فيها كحول، وده اللي أصاب القبطان بالذعر وحس إن السفينة على وشك الانفجار. علشان كده قام بسرعة هو والطاقم بتاعه بجمع بعض الأدوات والأوراق من كمرة القيادة، ثم أمر بإنزال البحارة إلى قارب النجاة، وصعد الجميع بسرعة. لكن اللي حصل تقريبا هو إن القبطان نسي يربط قارب النجاة بالحبل اللي كان متدلي بمؤخرة السفينة، أو إن بالفعل تم ربطه ولكن لسبب ما الحبل اتقطع، وده اللي خلى قارب النجاة يبتعد عن السفينة بحكم قوة الأمواج، وتقريبا تاه معاه أفراد طاقم السفينة في المحيط الواسع، ويمكن يكونوا ماتوا جوعا أو عطشا، أو ربما اتقلب القارب الصغير وابتلعتهم الأمواج. ورغم منطقية هذه النظرية إلا أنها لم تسلم من الانتقادات. فعلى سبيل المثال لم يذكر أي شخص من اللي صعدوا على السفينة أي وجود على رائحة كحول، وإن معظم البراميل كانت بحالة جيدة، وخصوصا إن البراميل دي بتكون مصنوعة من خشب البلوط ومصنوعة بإحكام بيمنع تسرب السوائل اللي جواها. وفي الختام وقبل ما اخد رأيكم في حل اللغز اختفاء الركاب، واحد منكم يسألني ويقول لي هل بعد الحادثة دي النحس فرق السفينة واللي كانت ملازماها طول السنين دي؟ والجواب يا صديقي لا، وتقريبا السفينة كانت ملعونة من أول يوم طفت فيها على سطح المية. ففي رحلة بعد الحادثة دي تعرضت السفينة لعاصفة ومات على إثرها صاحب الحصة الأكبر في السفينة، علشان كده قررت الشركة إنها تبيعها بأي تمن، وللأسف كان كل ما حد يشتريها كان بيحصل حادثة غريبة، وتم بيعها لأكتر من 17 شخص في خلال 13 سنة، لحد ما قرر آخر واحد اشتراها إنه يغرقها علشان يحصل على التأمين. وبالفعل نفذ خطته في البحر الكاريبي، ولكن السفينة رفضت إنها تغرق، فقرر إنه يحرقها، وبالفعل قام بإشعال النيران فيها، إلا إن شركة التأمين كشفت لعبته وتم إلقاء القبض عليه ووضعه في السجن لحد ما مات داخل زنزانته في ظروف غامضة. واستمرت السفينة ماري سيليست موجود بقايا منها لمدة كبيرة من الزمن، وتم تركها لحد ما اتفسخت بالتدريج وابتلعت الأمواج ما تبقى منها. انتم بقى ايه رأيكم في القصة دي؟ ويا ترى ايه هو لغز اختفاء الركاب بعد ما حكينا حكاية السفينة المنحوسة؟ رأيكم يهمنا في الكومنتات. وبس كده، وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب انها تكون عجبتكم، واشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.